لازم تكونوا عارفين الفرق بين الامريكان كوكيز وكوكيز العبد او كوكيز الافران، ده حماده وده حماده تاني خالص في الطعم والشكل والقوام حتى السعر. وعشان يطلع معاكي ناجح والشوكولاته سايحه كده ليه تكنيك وتسويه وكلام تاني مش مجرد مقادير. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف طريقتنا ومقادبنا. في البدايه انا بجيب اي سبريد شوكولاته عندي، سواء نوع مصري او مش مصري براحتكم. بجيب كده كل معلقه وبحطهم في الفريزر لمده مثلا ساعة أو ساعتين يجمدوا معايا، لازم يجمدوا في الفريزر معايا. دي أول خطوة. تاني خطوة، الزبدة معايا حوالي 115 جرام، يعني نص كوباية، عليهم ربع كوباية من السكر الأبيض 50 جرام، ونص كوباية من السكر البني 100 جرام. وأنا عشان ما عنديش سكر بني فحطيت على السكر الأبيض عادي معلقة كبيرة من العسل الأسود وبقى سكر بني. قلبت الكلام ده كويس جدا، ولازم الزبده تكون قوامها كريمي عشان يتقلب معاكي كويس، عشان احنا بنستخدم سباتيولا ما بنستخدمش اي جهاز كهربي خالص، فقوام الزبده لازم يكون كريمي. بعد كده بضيف بيضه، معلقه صغيره من الفانيليا، وبقلبها كويس جدا، لازم تتجانس معاهم. بعد كده بنزل بمقدار الدقيق. مقدار الدقيق بالظبط 250 جرام من الدقيق اللي هو حوالي كوبايتين، عليهم ربع معلقه صغيره من البيكنج صودا ونص معلقه صغيره من البيكنج باودر. بنخل الدقيق كويس جدا وبخلطه مع المكونات السائله، بخلطه كله بالسباتيولا يا جماعه، ما بمدش ايدي. بعد كده بضيف نص كوب من الدارك شوكليت والميلك شوكليت، خليط كده مع بعض. والخطوه دي اختياري، ممكن تحطيها وممكن لا. العجينه معاكي بتكون مظبوطه جدا لو انت طبعا وزنه. انا هحط الخليط ده في التلاجة لمدة نص ساعة عشان اعرف اشكله كويس جدا، لان الحر بيكون بيسيح الزبدة جدا فما بيخليش قوام العجين مظبوط، فدخليه التلاجة عشان تعرفي تشكلي. بعد كده بقسمهم لكرات، كل كرة من ديت حوالي من 70 ل 75 جرام. وبعدين بقوم فاتحة كل عجينة من دي حشيها بالنوتيلا بعد ما اتجمدت معايا او بسبريد الشوكولاتة. بكورها كويس جدا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، وبعدين بديهم زي نغزات كده بالعظمة بتاعت صباع ايدي عشان تديها شكل منعكش. هو ده الشكل بتاع الامريكان كوكيز. بعد كده بقى لازم لازم لازم، وده اهم تكنيك، ان انا ابيت العجينة دي في التلاجة لمدة يوم. ما بخبزهاش على طول، لازم تبقى العجينة متماسكة معايا جدا، الشوكولاتة اللي جوه بتكون متماسكة جدا. وبعدين بدخلها بقى الفرن. الفرن يا جماعة بيكون حرارته 220، اعلى من المتوسط. الرف الاوسط بتاخد حوالي 15 دقيقة ل 17 دقيقة ماكسيمم، وبتاخد اللون من فوق من تحت وبتطلع واخدة الشكل ده. الحراره لازم اهم حاجه تكون عاليه يا جماعه، مش حراره متوسطه. باول ما بتطلع انا بحط لها شوكولاته تاني عشان تسيح من على الوش بقى، وده برضو اختياري. وده بيكون شكلها لما بنيجي نفتحها، الاسبريت بيكون سايح من جوه وبتكون مستويه جدا. طبعا ما بمسكهاش على طول اول ما بتخرج من الفرن، بسيبها تهدى شويه على الصاج وبعدين بفتحها بالشكل ده. شوفوا الجمال يا جماعه، التفاصيل والسوى والشوكولاته واخده كل الطبقه من جوه، ماليه الطبقه. يعني بسم الله ما شاء الله، بجد طعم وريحه وجمال مش طبيعيه. لازم تجربوه، ولو في كميه صغيره هتفرق معاكم جدا في الطعم عن الكوكيز المعتاد او اللي انتوا واخدين عليه. حقيقي من اروع واجمل وصفات الكوكيز اللي انتوا ممكن تجربوها في حياتكم. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، ومع الف سلامه.